إيه اللي يخلي بنت عندها 15 سنة تولع في أبوها وتقفل عليه البيبان عشان تطمن إن محدش هينقذه؟ الحكاية بدأت لما جه بلاغ لمديرية أمن الجيزة إن في شقة اتحرقت موجود فيها راجل وبنته. اتنقل الأمن ومعاهم عربية الإسعاف، بس لقوا إن الراجل فعلا بيطلع في أنفاسه الأخيرة والبنت مش موجودة. دوروا عليها في كل حتة ما لقوهاش. ولما بدأوا يدوروا على أسباب الحريق لقوا إن الأنبوبة كانت مفتوحة، بس الراجل ما خدش باله. والتحريات أثبتت إن زوجته كانت عايشة معاه، بس حصل مشاكل بينهم ومشيت وسابت له البنت. ولما وجدوا البنت بدأت تحور هي كمان، ده عندها 15 سنة وبتشوف أفلام. بس على مين؟ معاها كلام واحدة واحدة البنت بدأت تقول. وكانت المفاجأة إن البنت كانت بتنتقم من أبوها عشان اللي عمله في أمها لما كان بيضربها وبيأذيها ويطردها. وإن هي حاولت تاخد بنتها بس هو رفض، عشان هو مدمن بياخد بانجو، بياخد سيجارة البانجو دي بالنسبة له أهم حاجة، أهم من أكله أهم من بنته. وكمان بيعمل قعدة في البيت ويجيب شباب معاه. الراجل ده عنده 36 سنة، ما هوش كبير يعني قوي، وبيجيب معاه ناس أخلاقهم زيه، بيشربوا وبيتوهوا ومبيبقوش واعيين بنفسهم. والبنت بتبقى موجودة في الشقة، البنت بتروح لأمها وبتحكي لها، والأم خايفة على بنتها بس مش عارفة تعمل لها حاجة. البنت جه في تفكيرها إن الأب دوت ظلمها وظلم أمها ومعرضها للخطر بسبب عاداته اللي بيعملها. وجات لها الفكرة دي إنها تخلص منه بالطريقة دي. ولعت الأنبوبة وخلته ياخد أول سيجارة، وعارفة إن هو بيتوه بعدها ما بيحسش بحاجة. وفعلا أول ما خد السيجارة البنت ولعت الأنبوبة، فتحت باب الشقة بعد ما قفلت حواليه كله شبابيك البيت عشان تطمن إن مفيش حاجة هتتسرب، كله هيخش في رئة والدها. بس بنت عايزة تخلص منه بجد، وجريت على أمها وقالت لها أنا خدت حقك وخلصت على بابا. بس كان طبعا البيت انحرق عشان السيجارة ولعت مع غاز البيت، والراجل اتفحم. ولما راحوا لقوه كان بيخلص وأنفاسه الأخيرة. وبسبب سنها الصغير أودعوها مركز رعاية عشان يلحقوا اللي باقي منها، يصلحوا اللي عوج في شخصيتها وفي أخلاقها وفي تربيتها.